طلاب تالتة ثانوي. طبعا تانية ثانوي انتوا خدتوا الاجازة، ربنا يسهل لكم حالكم. انا بكلم طبعا الفيديو ده مخصص لطلبة تالتة ثانوي. اهم حاجة في المرحلة اللي داخلة علينا دي الهدوء والتركيز. مش اي حاجة تحصل تربشك، ومش اي سؤال متعرفش تحله وتبدأ تحس ان انت كده وحش. سيبك من الكلام ده، والحاجة اللي تحس انك ناسيها راجعها. السؤال اللي فكرته ممكن تبقى غريبة عليك بص عليه تاني. يعني لازم تبقى الفترة دي حاسس بهدوء واستقرار وان انت ماشي كويس، عشان كده اكيد كلكم تعبتوا، واكيد ربنا هيديكم على قد مجهودكم. المهم الفترة اللي جاية لازم تخلي بالك طبعا ان ايام العيد مش هينفع كلها تضيع عليك. انت مش هينفع تعيد زيك زي الناس العادية، عشان انت مش عادي، انت طالب ثانوية عامة. فبالتالي ممكن تكتفي بالوقفة، الوقفة اول يوم العيد، وتكمل مذاكرتك عادي جدا. اهم حاجة الفترة دي انك تحل اسئلة كتير. خلي بالك ان احنا الفترة اللي جاية دي مجهزين لك جدول، كمية حاجات هتنزل مرعبة. فتخلي بالك ان انت قاعد في البيت هتلاقينا بنقول لك يلا يا باشا عندك فيديو نازل مراجعة حديثة تاني تتفرج عليه كله، هتلاقي اسئلة مختلفة. هتلاقينا بنقول لك يلا امسك ده فيديو مراجعة عامة. هتلاقينا بنقول لك خد امسك ده من النماذج الاسترشادية اللي نزلت. النماذج كلها على فكرة احنا حليناها كاملة ونازلة على التليجرام بالحلول بتاعتها كاملة، واي سؤال عندك احنا بنجاوبك عليه. ولكن لازم انت تحل بايديك كتير الفترة دي، وتعمل حسابك ان الفترة دي فترة عصيبة، لان هي طبعا انت عليك ضغط عصبي كبير. فزي ما قلت لك اهم حاجة الهدوء والتركيز. تفضل هادي، تركز في الفترة اللي جاية، تقسم ايامك كويس، كل مادة تشتغل على مادتين، مش كل يوم قصدي تشتغل على مادتين مش مادة واحدة، عشان ما تزهقش من المادة طول اليوم. تقسم دايما المادة الأصعب عليك تبدأ بيها الصبح بدري، ثم في النص التاني من اليوم المادة الأخف شوية تشتغل عليها. دي فترة حل أكتر منها فترة مذاكرة، يعني تحل كتير جدا من نماذج مختلفة ومن كتب مختلفة ومن أفكار سابقة. ما تسيبش حاجة إلا وتشتغل عليها. وكده احنا إن شاء الله بنصور الفترة دي ليالي الامتحان، عاملين لك أقسم بالله شغل عظمة، مش هتحتاج حرف بره. بس اصبر علينا، طبعا احنا مجهزين كل حاجة تنزل في وقتها. ليالي الامتحان هتنزل بدري على فكرة، مش هتنزل يوم الامتحان أو كده، إنما طبعا لما هتيجي وقتها هنبلغكم برضو انها كده خلاص نزلت، او يعني ان شاء الله ممكن تنزل على يوم 15 16 17 بالكتير، لان احنا شغالين فيها الفتره دي. قبل بقى ليالي الامتحان احنا مجهزين لك 4 5 6 7 فيديوهات هم جاهزين، وهينزل لك بيهم جدول، او اعتقد الجدول بتاعهم نزل. اي حاجه تنزل تبص عليها كويس جدا، وانا كده موجود جنبك. ولو عايز اي حاجه خش كلمني على الشات الخاص بتاعي، عينيا ليك، اي حاجه تطلبها هعملها لك. وكده هتلاقوني كتير بطلع لكم الفتره اللي جايه، عشان لو حد ناقصه اي حاجه احنا كلنا جنبك، انا واي حد من زمايلي. وتاكد ان محدش فينا هيسيبك الا وانت ان شاء الله طالع مجبور من اللجنه. كل سنه وانتم طيبين.